أنا عندي استعداد من حلاوة المشروب ده أعمله في الصيف كل يوم، قد إيه مغذي ويجنن وتحفة، وما ينفعش أبدًا تكون المانجا موجودة وما أعملهوش، أنا باستنى المانجا مخصوص عشان أعمل المشروب ده، تقريبًا ده مشروبنا المفضل كل يوم، حلو أوي، أوي يا جماعة، طعمه يجنن وبيرطّب على القلب جدًا وبيغذي جدًا، وبجد في حتة تانية، وكل ده بمانجاية واحدة بس، أيوه مانجاية، تعالي شوفي بقى جبت مانجاية زبدية قسمتها 2 وهطلع منها اللحم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نسمي كده بسم الله. هفضي اللحم منها خالص. خلاص كده فضيت اللحم من اول نص. بعد كده هروح جايبه النص التاني بالسكينه بقى، سكينه كده حاميه رفيعه، بنزل المانجا من على البذر بالشكل ده اهو، شايفين؟ هنزل برضو اللحم اللي في النص التاني. بجد مشروب يا جماعة يجنن، مش هتلاقيه اصلا موجود في الكافيهات، انت هتعمليه بايدك في البيت وهتتبسطي من طعمه، او ولادك هيفرحوا بيه جدا. جبت بقى الخلاط، نزلت كده بايه، يعني مش بالمنجاية كلها، نزلت بتلات ارباعها وخليت الربع، نزلت بعلبتين من الزبادي وشوية من التلج وكيس من الكريم شانتيه وكوباية من الحليب الساقع ومعلقتين كبار من العسل الابيض، ويلا بينا نبدأ نضربهم مع بعض بقى، نسمي بسم الله وهنضربهم ونشوف بقى احنا هنقدمه ازاي. هنا بقى بجيب الدرق بتاعي، بنزل بشوية المانجا اللي انا خليتهم على جنب وعليهم بقى العصير. يا سلام بقى لما تشربي زبادو مانجا وفي قطع مانجا كده، يا سلام، مش بقولك مش هتلاقيه في اي كافيه ولا في اي سوبر ماركت، بجد يجنن يجنن. يلا نصب بقى، جربوه بجد حلو قوي، وهتلاقوه كمان مشروب طعمه حكاية وسهل زي ما انتوا شفتوا، مكوناته مغذية جدا، عسل حليب زبادي ومانجا، وتعملي احلى مشروب. لو مش عايزة تحطي كريم شانتيه براحتك، بس هو بيدي قوام وطعمه حلو قوي يعني، تحفة تحفة تحفة. يلا جربوه بقى على طريقتي وعلى ضمانتي كمان. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، تكتبوا لي كومنت حلو زيكم، استنوني الفيديو الجاي يكون احلى. باي باي.